إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي، الحائز على جائزة الدولة، المثقف والمؤلف والمفكر الكبير. أهلا بسيادتك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامي، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامي، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامي، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامي، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل. الصورة ما فيهاش الخامل، والهامل واجبه نعسان، ما فيهاش إلا الثور الكامل، الوصل العربي الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمان. نبدأ منين؟ النشأة من شربين دهلية، وكان نظام التعليم زمان في مرحلة اسمها المرحلة الأولية، عبارة عن 4 سنوات، وكنا بناخد فيها لغة عربية وحساب وعلوم وصحة، 4 مواد. الأولية دي يعني إيه؟ قبل الابتدائية يا فندم ولا هي الابتدائية؟ هي بعد كده عدلت إلى المرحلة الابتدائية، بس كانت 4 سنوات. 4 سنوات. وكنا لازم الإنسان يتعلم لغة عربية كويس قوي، النحو والصرف والعروض ونماذج من الشعر الحديث. أمير الشعراء أحمد شوقي، معروف الرصافي، حافظ إبراهيم، محمود سامي البارودي، إضافة إلى قصص القرآن الكريم. في قصص القرآن الكريم كان أستاذ اللغة العربية حصتين في الأسبوع يتحدث عن قصص الأنبياء والأحاديث النبوية والسنة المطهرة ومكارم الأخلاق، وكانوا بيعلمونا إزاي الإنسان يكون مهذب بالشعر. يعني ازاي؟ يقول لحضرتك ازاي الانسان يكون يحسن الانصات للحديث. يقول لك الانصات يعني انت تنصت وليس تصنت، اسمه التنصت وليس التصنت، يعلمك الكلمة. يقول لك الشعر بيقول وأراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. حضرتك بتتكلم عن مرحلة أو عن نظام احنا نفسنا نرجع له اصلا، مش تفتكر ده احنا نفسنا يا ريت. يعني مثلا كان الأستاذ له الوقار والاحترام والهيبة، وكانوا يقولوا إن العلم إذا لم يكن به أدب، علم بلا أدب كشجرة بلا ثمر، ليس يجدي. وبعدين هذا الكلام لم يكن وليد اللحظة، ولكنه في الشعر المصري الحديث، حين قال حافظ إبراهيم في قصيدة مصر تتحدث عن نفسها: فارفعوا دولتي على العلم والأخلاق، فالعلم وحده ليس يجدي. وبعدين حين تشتد الأزمات لابد أن يتكاتف الجميع. قال حافظ إبراهيم في هذه القصيدة: نحن في وقت تعثر الآراء فيه فعثرة الرأي تردي. سمعت مقولة قالها هارون الرشيد: لا يفيد العلم بدون أخلاق. لا، ده هذا الكلام صاغه حافظ إبراهيم شعرا في قصيدة اسمها الثلاثية، اللي هو إيه؟
إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي. فالمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان مطية الإخفاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان نهاية الإملاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. طبعا احنا بدأنا بداية صعبة، وانا يعني لازم اعترف بصعوبة هذا الحوار لما يكون مع شخصية مثل حضرتك، عالم جليل مثقف يعني في كل المجالات يعني. ولكن احنا طالما تطرقنا لهذا الامر مبكرا يا فندم، يعني هو يقال ايضا ان تقدم الامم مش بس الافراد، تقدم الامم بدون اخلاق بيكون تقدم هش. حتى الحضاره الانسانيه والاقتصاديه وما الى ذلك لابد ان يكون لها اسس اخلاقيه ايضا. طبعا الدوله التي ترتكن على قواعد سليمه من الاخلاق تنمو وتتطور. لا يغرك بعض الدول الحديثه التي تنتهج نهجا معينا، هذا امر اخر. ولكن اقبال في قصيدته: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا. عشت بتهت مدى الأجيال أفضل ناجحة في كل مجال. عشت بتهت مدى الأجيال أفضل ناجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر 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 تعيشي يا مصر. مصر 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 تعيشي يا مصر. هرجع بقى للدراسة والتعليم. حضرتك أخذت المراحل التعليمية في المدارس كان في شربين ده أهلية. شربين كلها مدارس أميرية حكومية. وقتها كان التعليم تعليما، كان المنهج جميل جدا، والأستاذ مهندم يحترم الطالب ويعطف عليه، والطالب يحترم الأستاذ ويحترم الفصل. وكنا نذهب إلى المدرسة في الصباح الباكر في 7 صباحا، ولكن قبل الموعد بحوالي نصف ساعة ننظف الفصول، نحافظ على جمال الفصل ونظافة الفصل. وكان مكتوب: اترك المكان كما تحب أن تجده. يعني أخلاق جميلة جدا. وبعدين كان في ما فيش حاجة اسمها دروس خصوصية ابدا. وبعدين لم تكن هناك مدارس خاصه. ده الفاشل بقى اللي كان يروح المدرسه. كان هناك مدرسه واحده في المنصوره، لن اذكر اسمها، مدرسه الفشله. كانت الوحيده اللي في الدقهليه مدرسه خاصه. ولكن اصبحت الان القاعده استثناء، والاستثناء هو قاعده. الثانويه شربين ولا الملك الكامل؟ لا شربين الثانويه. شربين كان موجود وقتها مدرسه ثانوي في شربين. شربين الثانويه. وبعدين كان معنا في نفس الدفعه شهيد طالب يعني اسمه عبد الرحمن عوده. ده استشهد في الاردن وسميت المدرسه باسمه. اسمها مدرسه شهيد عوده حتى الان. سنتك فندم تخرجت بقى، حصلت على الثانويه الى اسيوط حيث كليه العلوم. هناك في التحقت بعد حصولي على الثانويه العامه بكليه العلوم. وساذكر مثالا غريبا. حصلت على الثانويه العامه واهل المجموع للالتحاق بعلوم القاهره، ولكن لم تكن لدي رغبه اطلاقا في كليه العلوم. بعد ان قبلت في الكليه وانتظمت لمده شهر، حزمت أمري مرة أخرى وعدت إلى شربين لإعادة الثانوية العامة، وسحبت أوراقي من علوم القاهرة وأديت الامتحان. وفي هذا العام أعيد امتحان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية نظرا لتسرب الامتحان. ياه، ده الظاهرة دي قديمة أوي كده، من سنة 1960. فأصبت بهزة عصبية ولم أذاكر. كان ممكن لو اعتمدوا الامتحان الاولاني ولم اكن ادري انه مسرب، بالتالي كنت هطلع الاول من اوائل الجمهوريه. ولكن انت كنت عايز تدخل كليه الطب بقى؟ طب عشان كده. وبعدين لم اذاكر كلمه واحده بعد الدور الاولاني، وعقد الدور الثاني في شهر سبتمبر، ودخلت على معلومات الدور الاول.
وحصلت على الثانويه العامه، ولم يؤهلني مكتب التنسيق الا لعلوم اسيوط بالعافيه بعد ان كنت في علوم القاهره. بس هما في الحاله دي ما رجعوش للسنه اللي قبلها اللي هي لا لم تعتمد بقى بالنسبه لي. لا خلاص انتهت. وتوكلت على الله. توكلت على الله وذهبت الى اسيوط، واول مره في حياتي اسمع كلمه جيولوجيا. فسالت ايه يعني جيولوجيا؟ قال لك ده الواحد يطلع ايه بتاع الذهب والبترول. فكرت اطلع سايق فقلت خليني في البتاع دي. وبعدين تفوقت، طلعت الاول على الدفعه بتاعتي من سنه اولى الثانيه الثالثه الرابعه. جيت في سنه رابعه طلعت الاول على الكليه بتاعتي، والاول على تخصصي في مصر كلها في الاربع جامعات. عشان كده رحت سلمت على الرئيس في عيد العلم في جامعه القاهره سنه 65. الرئيس عبد الناصر. وبعدين اخذت ماجستير وحولت الى جامعه عين شمس. كان اللي بيمتحني في الماجستير عميد علوم عين شمس، هو جيولوجي. فقال لي انا معجب بمستواك تيجي عندي. قلت له يا ريت. فنقلني جامعه عين شمس بقرار وزاري. وبعدين اخذت بعد دراسات وسافرت انجلترا والتحقت بالجامعه الملكيه بلندن. دي من ارقى جامعات العالم، وتقريبا هي الاولى في الثالثه على مستوى لندن. الاولى كامبريدج، الثانيه اوكسفورد، الثالثه الجامعه الملكيه يونيفرسيتي اوف لندن. ورجعت اترقيت استاذ مساعد ثم استاذ. وبعدين كان فرصه لي ان انا التحقت باليونسكو. ذهبت الى الجزائر معارا لكي أدرس باللغة العربية والإنجليزية أو الفرنسية. لم أكن أعرف الفرنسية، فالتحقت بالمعهد الثقافي الفرنسي، وفي خلال سنة واحدة كنت أدرس باللغة الفرنسية. بسم الله ما شاء الله. وبعدين الحاجة الجميلة جدا إن أنا ترجمت كتاب من اللغة الفرنسية اسمه لاتاغ الأرض من المركز القومي للترجمة، وده حصل على جائزة. بعد ذلك ذهبت إلى أمريكا، وهناك استطعت بالمثابرة والمدة الطويلة اللي قعدتها هناك ان انا احصل على درجة الزمالة، يعني دكتوراه تانية في علوم البيئة. لكن انا لم اعمل الا في خلال ابحاثي يعني وكده. عملت استاذ زائر في جامعة لوراند اودفش في المجر، وفي الكلية الملكية في لندن، وفي سميثسونيان اللي في ناسا في امريكا، وثم استاذ زائر ومحاضر في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الامريكية. وحاليا انا استاذ متفرغ في جامعة عين شمس، وعضو في المجمع العلمي، وعضو في مجمع اللغة العربية. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين المصريين المصريين. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومدام قلبنا كده على بعضنا، ومدام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير هيزيد، نرضي ربنا والخير هيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد. ومدام قلبنا كده على بعضنا، ومدام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير هيزيد، نرضي ربنا والخير هيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد. ويا دنيا لف وطوفي، تعالي يا دنيا شوفي، ويا دنيا لف وطوفي، تعالي يا دنيا وشوفي، ويا دنيا لف وطوفي، لف وطوفي، تعالي وشوف الكنز 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 اللي اسمه المصريين. الله الله الله.
استاذ الجيولوجيا بكليه العلوم جامعه عين شمس، استاذ دكتور علمنا الجليل حافظ شمس الدين، عضو مجمع اللغه العربيه والمجمع العلمي والحائز على جائزه الدوله. انا مش عايز اقطع الحديث، انا مستمتع باللي حضرتك بتقوله، وفي الوقت نفسه بعمل مقارنه ما بين ما كنا عليه وما وصلنا اليه. حضرتك قلت جمله مهمه قوي في الاول، حيث كان العلم علما والتعليم تعليما. كنا نهتم أو كانوا يهتمون بالمناهج والأستاذ والمتابعة، وكان التلميذ الاختبار الفترة الأولى الطالب اللي يجيب درجات قليلة في مادة معينة يستدعى ولي الأمر ويستعلم منه، وكان الفصل لا يزيد عن 30 طالب. وكان هناك في الظهر نصلي الظهر جماعة، وكان هناك تغذية في المدارس، وهناك ملاعب، حصة للرسم والألعاب الرياضية والتربية الزراعية والهوايات والموسيقى. كان الطالب يطلع مهذب ومصقول، يعني مثقف. مثقف يعني ايه؟ كلمة مفهوم الثقافة نسبة إلى بني ثقيف. كانت القبائل دي بتشتهر بصناعة السيوف، يجيبوا عود الحديد ويثقفوه، يعني يهذبوه، يعني يثقفوه. إذن الطالب المثقف يعني المهذب. مهذب يعني ايه؟ يعني يعرف شيء من كل شيء، وخلق طيب، ويعامل الآخرين، ويحب الآخر، ويحب لغيره ما يحب النفس. هذا المثقف. والتسامح بقى ونبذ العنف والحاجات دي كلها. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، واسمعنا بيقولها قوية في الإعداد وفي الكلية، واسمعنا بيقولها قوية في الإعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليلنا نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عامل جيل صايع. علوم أسيوط واضح يا فندم ان هي، او جامعة أسيوط بشكل عام، من الجامعات العريقة التي بدأت صح واستمرت في طريق صحيح. لأن عيب الجامعات لما يكون بتفتح جامعة جديدة انك تاخد أعضاء التدريس ليسوا مؤهلين لهذا العمل، مع دكتوراه في التربية والتعليم، مع دكتوراه في وزارة الصناعة تجيبه في مش عارف الثروة المائية وهكذا. لكن قبل أن تفتح جامعة أسيوط بمدة عين رئيس الجامعة، فأرسل أوائل الخريجين إلى لندن وأمريكا وفرنسا وألمانيا. بعد أن وصلوا افتتحت الجامعة، فنشأوا على هذا الأساس. لذلك يقول لك جامعة أسيوط خلقت عملاقة أو ولدت عملاقة. لم أتشرف يعني أن أزور جامعة أسيوط، ولكن الحرم الجامعي نفسه عظيم. نعم فعلا. الجامعة أسيوط تتميز بأن هي نظام الأقسام. نظام الأقسام يعني إيه؟ ابتدعت نظام الأقسام. قسم الكيمياء واحد في الجامعة يدرس الكيمياء الجامعة كلها، فالميزانية بتاعته بتكون ضخمة، فتجد جميع الأجهزة الحديثة، الدراسات الحديثة، المنح، البعثات إلى الخارج، استخدام الأساتذة من الخارج. أنا أتذكر وأنا في سنة رابعة كان بيدرس لي الكيمياء النووية عالم روسي اسمه فالنتاين زايزيف. درس لي المياه الجوفية عالم ياباني اسمه راكامي. بيدرس لي الفيزياء الجيولوجيا الفيزيقية عالم أمريكي. علماء من كل مكان، أفضل ناس بيجيبوا هنا وهكذا. فلذلك اللي بيتخرج من جامعة أسيوط أعتقد أن المستوى العلمي يضاهي الجامعات العلمية. وهو ده كان في الوقت ده كان كل الأربع جامعات، كان اسكندرية وعين شمس القاهرة، كانوا 4 جامعات فقط. صحيح. وليس في كل مكان جامعة. ولذلك الجامعات ال4 كان بينهم تنافس شديد. صحيح. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. البصمات في حياتك يا فندم، مين تقوله النهارده متشكرين؟ أنا تأثرت، أول ما تأثرت بأستاذي مغفور له بإذن الله تعالى الدكتور محمد يوسف حسن. ده كان منتدب من جامعة عين شمس ويدرس لي في جامعة أسيوط وأنا في الفرقة الثانية. في الترم الأولاني امتحنا وهو بيدينا في الترم الثاني، كان نظام الترم. فجيب في الترم الثاني قال في طالب أخذ عندي لأول مرة في حياتي أعطى الطالب 95%. أنا مش فاكر اسمه
لكن ايه انا اسمه موجود عندي في البيت في القاهره. تخيل احنا كنا عدد دفعه انت ما تعرفش مين هو؟ ما اعرفش. كنا 430 واحد. ال 430 واحد جالهم هذا الهاجس انه ممكن ينطبق عليه. فلا تتخيل قعدنا اسبوع لغايه ما جه الاسبوع اللي بعديه. كل اول ما دخل قلنا له مين اللي جاب عند حضرتك 95 وامتياز؟ فطلع الورقه قال اسمه حافظ شمس الدين. قال لي انا عاوزك بعد المحاضره تيجي مكتبي. هو كان بيقعد في مكتب رئيس القسم. رحت له. كنت في سنه كام وقتها يا فندم؟ كنت في سنه ثانيه. قال لي انا بتنبأ ليك في مستقبل جيولوجي، وانت كيمياء جيولوجيا، خليك ماشي في الجيولوجيا. انا كنت بحب الكيمياء جدا، فتخرجت في الدرجه اللي حصلت على بكالوريوس في الكيمياء والجيولوجيا الاثنين. ولكن هو اتصل بي قال لي خليك في الجيولوجيا. هذا الرجل العظيم تبناني واشرف على الماجستير عندي، وهو اللي بعتني لندن، وهو اللي وصى عليا في لندن، وهو اللي اخذني مجمع اللغه العربيه، لانه اول جيولوجي في تاريخ مصر ينتخب عضو في مجمع اللغه العربيه. وكانوا بيسموه عقاد مصر في الجيولوجيا، لانه كان بيناطع عباس العقاد في مجمع اللغه العربيه في اللغه، لانه كان اديب وعالم جيولوجي ورسام وموسيقي وفنان. مثقف. ثقف افضل من مثقف. مثقف يعني مفعل، لكن ثقف يعني بطبيعته بتعليمه. دور الزمن بينا يغير لون ليالينا، وبنتوه بين الزحام والناس، ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا، أعز الناس حبايبنا، أعز الناس حبايبنا. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي، الحائز على جائزة الدولة، المثقف والمؤلف والمفكر الكبير. أنا مستخسر أتدخل في الحديث. لا اتفضل. لأن أنت حضرتك الكلام اللي أنت بتقوله حابب كل المستمع يسمعه. اللي حضرتك بتقوله ده مش كلام عادي، ده أنت بتتكلم عن قيم، بتتكلم عن قمم، بتتكلم عن مرحلة مهمة قوي. احنا بنتمنى ان احنا نرجع له تاني في كل حاجة، مش بس في التعليم بس. يا ليت هذه الايام الجميلة، ايام الخوالي، تعود ويعود التعليم قيمته، ويعود الاستاذ القيمة الجميلة. الاستاذ عمل مع حضرتك وكان يراسلني وانا في انجلترا، وغير مسار حياتك. غير مسار حياتي تماما. هكذا كان الأستاذ. لذلك حين مات هذا الرجل العظيم أنا حزنت عليه كأنه والدي الذي علمني ورباني وأدبني. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق، اليوم والأمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى، باين في عينينا الشوق. يا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. أستاذ المعادن والصخور والجيوكيمياء. انت حضرتك اشتغلت مستشار لاكثر من جهه اخرى. انا يعني عملت لفتره طويله مستشار لاكبر شركه انجليزيه للتنقيب عن المعادن اللافلزيه في مصر. وانا يوميها قلت ان السبب في نهضه ماليزيا كما قال لي شخصيا الدكتور محاتير محمد، لان في احدى الندوات وكنا في الخارج، فقلت له يعني عاوز اعرف اسباب نهضه ماليزيا. قال لي انت تخصصك؟ قلت له جيولوجيا. قال لي في ماليزيا انا وضعت نظريه لا نصدر خاما غير مصنع ولا نستورد سلعه موجوده في ماليزيا. قلت له ازاي؟ قال لي عندكم الرمال البيضاء. الرمال البيضاء الطن بنصدره ب$20، تستورده بمليون مثلا. ده بيطلع الهند بتطلع منه سوفت وير، برمجيات ب$2 مليون. تصدير المواد الخام جريمه.
يعني هقول لحضرتك على انت حاجه. عارف ان في بعض الدول بتعتبرها خيانه؟ هي خيانه للمستقبل الاجيال القادمه. لانك انت بتفقد قيمه مضافه كبيره جدا. هقول لحضرتك على حاجه. هنرجع لمهاتير محمد. مهاتير محمد. وذكر لي بعض الامثله وقال ان لا خير في دوله لا تستغل امكاناتها. وانا بعتقد قال لي كلمه جميله جدا. انت بتقولوا في بعض الخامات لها مخلفات او بقايا. لا يوجد شيء في القاموس عندي اسمه بقايا. من الممكن استغلال البقايا دي في اغراض اخرى. والمخلفات ما فيش حاجه اسمها ما خلفه الشيء ده يعتبر ثروه. وذكر لي مثالا بسيطا جميلا فقال ولنتخذ من اليابان مثالا. ازاي؟ دول العالم بتنقسم لجزئين. جزء اسمه دول المعلومات وجزء اسمه دول المعرفه. دول المعلومات اللي هي الدول اللي زي حالتنا اللي بنستورد تكنولوجيا من الخارج ولكن بنستخدمها. بنستورد كمبيوتر ممكن نشغله، جهاز تكييف، لكن ما بنصنعوش. اللي بتصنعه بقى اسمها دول المعرفه. ساذكر مثالا بسيطا الفرق بين دول المعلومات ودول المعرفه. اليابان ليست دوله بتروليه. صحيح. بتستورد البترول كله من الخارج. صحيح. بتصنع، احنا بنصنع برميل النفط لما كان ثمنه $100 بنصنع منه منتجات ب $140. ولكن من بين ال $140 دول $30 اجور طاقه ولوجستيات ونقل ومهندسين الى اخره. يعني يكسب في ال $100 ايه؟ $10. اليابان ليست دولة بترولية، تستورد كل احتياجاتها من الخارج، ولكنها استطاعت في 2008 أن تصنع من عدد 2 برميل من النفط منخفض الدرجة، اللي البرميل الواحد ثمنه $60، يعني برميلين ثمنهم $120، استطاعت أن تنتج ما قيمته أكثر من $2 مليون. سنغافورة ليست دولة بترولية. نعم. وسنغافورة أكبر مصدر للبتروكيماويات. لا، سنغافورة هذه الجزيرة الصغيرة اللي هي حاليا الدولة الأولى في العالم في قوة جواز سفرها، لأن لها قوة اقتصادية كبيرة جدا، وأعلى دخل الفرد في العالم بعد سويسرا هو سنغافورة. سنغافورة اعتمدت على التصنيع، فالبتروكيماويات عندها من أكبر مصانع البتروكيماويات، واعتمدت كما قال رئيس وزراء سنغافورة في مرة على الهندسة العكسية. ايه الهندسة العكسية دي؟ صغيرة، جزيرة صغيرة، فمثلا تجيب 3 أماكن جنب بعض، 3 ورش أو 3 صالات، تجيب أحسن عربية وأعقد عربية من اليابان وتخليهم في الصالة الأولى يفكوها لجميع الأجزاء الصغيرة، فوجدوا إن السيارة بتتكون من 86,000 جزء. 86,000 جزء يفكوه. الغرفة اللي جنبيه يعيدوا ايه؟ تركيبها. الغرفة الثالثة يشغلوها، لا، ويشوفوا عيبها ايه بالنسبة لبلادهم وايه التعديل اللي ممكن يعملوه. هذا يسمى الهندسة العكسية. نجحت سنغافورة بهذه الكيفية. إذن المشكلة مش مشكلة موارد، لا، حسن الإدارة. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي والحائز على جائزة الدولة. الجوائز في حياة حضرتك بقى؟ أنا أول جائزة أخذتها في حياتي كان من جامعة بنسلفانيا، حيث فزت. عملت بحث جميل جدا، وهذا البحث طلع أفضل بحث في جامعة بنسلفانيا. جامعة بنسلفانيا دي رابع جامعة على مستوى العالم كله. هذه الجامعة تخرج حصل منها أحمد زويل على الدكتوراه، وكان في نفس المبنى اللي أنا موجود فيه. ده كان أول جائزة. وبعدين ترجمت كتاب حوالي 700 صفحة اسمه البسيط في الجيولوجيا. وعلى فكرة بسيط يعني كتير، البسيط يعني الكثير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يقول لك فلان ده رزقه الله بسط، يعني قليل يعني. لا تاني قليل. فرق بين البسيط والقليل. ابسط قدميك يعني مدهم. رزقه الله بسطا في العلم، يعني من وسع. وبعدين حصلت على جائزة أفضل كتاب علمي في مصر من أكاديمية بحث العلم والتكنولوجيا، وجائزة الدولة في الجيولوجيا، وجائزة الدولة في الثقافة العلمية
من وزارة الثقافة. أنا تاج العناء في مفرق الشرق وكرات فرائض عشقي. أنا تاج العناء في مفرق الشرق وكرات فرائض عشقي. إن مجدي في الأوليات عريق مكتب ومجدي. أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، أستاذ دكتور علمنا الجليل حافظ شمس الدين، عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي والحائز على جائزة الدولة. الجيولوجيا مصر أكثر من 90% منها صحراء، طبعا كل اعتمادنا على الزراعة، ولكن الثروة المعدنية والتعدينية والبترولية وما إلى ذلك. الثروة المعدنية إذا نظرنا إليها بعين الاعتبار ستكون قاطرة التنمية وقاطرة الرفعة بالنسبة لمصر. هناك مصر من أكبر دول العالم في أحجار الزينة، الجرانيت والبازلت والحاجات دي كلها. مصر دولة واعدة في البترول، مصر دولة غنية جدا بالغاز الطبيعي، هناك فوسفات لا حصر له ولا عدد، وفي سيناء في النحاس حتى الرمال. حسيتك اتكلمت عن الرمال. مصر يعني اجود رمال بيضاء في العالم في مصر. الرمال بتاعت تركيا او ايطاليا الدرجه بتاعتها او الجوده لا تزيد عن 95%، احنا 99.8، شيء غير عادي. ولكن لابد من الاحتياط والعمل بجد، ولابد ان تكون هناك حسن اداره في جميع الاماكن. إذا نقدر نقول أن الصحراء المصرية الشاسعة لم تبح بأسرارها، بربع أسرارها. لذلك يقولون في الجيولوجيا أن مصر دولة لا تزال بكر في الاكتشافات الجيولوجية. أفضل بالنسبة للأجيال القادمة أنك أنت البلد ما زالت كنوزها وثرواتها موجودة في باطنها، ولكن إحنا في وضع اقتصادي محتاجين لتدعيم الاقتصاد من أرض مصر. يعني الدولة التي تقترض يعني مش كويس، ولكن إذا كان الاقتصاد قائم على الموارد، ولكن الموارد لا ترقى إلا بالعلم. فلذلك نقطة البداية هي العلم. تعليم جيد يؤدي إلى بحث علمي جيد، البحث العلمي الجيد هو الوالد الشرعي للتكنولوجيا، والتكنولوجيا لها ابن شرعي جميل قوي اسمه اقتصاد حر، اقتصاد جميل، اقتصاد كبير. اذا الاقتصاد بيجي من الابتكار، والتكنولوجيا اللي هو جاي من بحث علمي اللي هو جاي من التعليم. اذا لا تقدم بدون تعليم وبحث علمي ابدا. هي دي قاطرة التنمية، العلم والبحث العلمي. وتجارب الدول التي تقدمت كلها بتقول كده. خذوا تجارب الآخرين، فلن يمتد بنا العمر طويلا لكي نجرب ونفشل ونجرب ونخترع من جديد. يمكن سيادتك ذكرت مهاتير محمد، هو كان اساسا أستاذ عالم. أيوة. وعمل تجربة كبيرة جدا انطلقت من التعليم والبحث العلمي. ماليزيا فيها كلية بتاعت البترول. هذه الكلية أو هذه الجامعة البترولية يعني تعد من أكبر كوادر العالم قدرة وابتكار. وهناك في ماليزيا، أنا زرت ماليزيا مرتين، هناك العالم له قيمته والعلم له قيمته، وكما يقولون إن العلم والإدارة الجميلة هي التي صنعت ماليزيا من جديد. ستة زرت ماليزيا وزرت لندن، طبعا خدت الدكتوراه. أمريكا كمان 65 دولة باسبوراتي فيها 65 دولة. أفضل نموذج شفته ونفسك تشوفه في مصر؟ إنجلترا، من ناحية الانتظام والالتزام والجدية. دمت يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك. دمت يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر 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 تعيش يا مصر. مصر 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 تعيش يا مصر.
علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، عضو مجمع اللغة العربية، عضو المجمع العلمي الحائز على الجوائز الكثيرة المحلية والدولية، واللي بنقدمه النهارده كقدوة تحتذى ليس فقط في العلم ولكن أيضا في الأدب والأخلاق، كما ذكرنا أن الأدب والأخلاق هما أساس تقدم الدول. علمنا الجليل المياه الجوفية مرتبطة بالجيولوجيا؟ طبعا هي المياه الجوفية جيولوجيا. كلمة جيولوجيا يعني علم الأرض. الأرض عبارة عن 3 نطاقات، صخور ومية وهواء، دي كلها جيولوجيا. فكلمة جيولوجيا يعني علم الأرض، علم الأرض بما فيها ومن عليها. لذلك يقول لك نحن نعيش في الأرض مش على الأرض. ليه؟ في الأرض لأن فوقنا غلاف، احنا في داخل الأرض. الأرض هواء فوق، غلاف غازي، ثم الأرض الصخر والمية، فاحنا عايشين على الغلاف الصخري، فوقينا غلاف غازي. بمناسبة الغلاف والأرض، طبعا أكيد موضوع التغيرات المناخية أكيد هو بقى أصبح هاجس وأصبح رعب بيسيطر على الكل، ومحتاج تكاتف دولي. وللأسف الدول الفقيرة هي اللي بتدفع الفاتورة، والغنية هي السبب فيها. السبب في التغيرات الجوية المناخية على مستوى العالم طبعا ظاهرة الانبعاث الحراري والغازات، بيقولوا عليه الغازات الصناعية دي، وده فعلا يعني ليست التغيرات المناخية كما يزعم غير المتعلمين ان هي ناتجة من الشمس، ابدا هي ناتجة من الداخل، طلع من الارض عندنا بالداخل. وبعدين على فكرة وزارة البحث العلمي عزماني يوم الخميس 7 سبتمبر ان انا القي محاضرة في مقر الأكاديمية 11 صباحا عن التغيرات المناخية. محتاجة تكاتف دولي، محتاجة جدية والتزام. يعني الدول الغنية التزمت في مؤتمر كيوتو ان هي هتساعد الدول الفقيرة، ولم يحدث اي شيء، كله كلام. وبعدين بيقولوا ان يعني اجتمعوا وانفضوا كما اتوا. ولكن الموضوع بقى اصبح ضروره مش رفاهيه، يعني مش بمزاجهم دلوقتي. يمكن في المؤتمر قمه المناخ اللي كان في شرم الشيخ عندنا، الكل كان حاضر، لان فعلا حضرتك شايف اليوم في كل الفصول، اليوم الواحد الزراعه تاثرت، الانسان تاثر، الحيوان تاثر. هقول لحضرتك مثال بسيط. في حرائق دلوقتي، احنا بنسجل فيها حرائق في كل مكان، في اماكن كتيره في العالم. يعني سنه 21 برضو التغيرات المناخيه ادت، كانت مصر من الدول المصدره للزيتون. حسب انخفض المحصول بنسبه 75%. الزيتون والمانجا. المانجا السنه دي كمان ايضا نتيجه للتغيرات المناخيه. صحيح. ده بيؤدي لايه؟ الى ارتفاع الاسعار وقله المعروض. صحيح. يعني الغذاء. وبعدين في دول اخرى اللي بتطور الطرق الحديثه في الزراعه، المفروض احنا برضو نحذو حذوها، ولكن يعني نحن نسير ببطء شويه، عايزين يعني مجهود اكتر. الموضوع مش اختيار يا دكتور. لا ليست رفاهيه. لا ولا رفاهيه، ده اصبح ضروره، يعني اما ان تكون او لا تكون. سيادتك يا فندم برضو موضوع الزلازل، وفي الفتره الاخيره كده كتير زلازل وفي اكتر من مكان، يعني هل ده له علاقه برضو بالتغيرات المناخيه؟ طبعا. طبعا. وبعدين الزلازل برضو بتنشأ من نشاط الانسان. يعني مثلا مكان معين في الارض فيها اتزان، تيجي تشيل جبل من مكان معين، في حدث عدم اتزان. صحيح. الانشاءات الانفاق والحاجات دي كلها. كذلك لما يكون عندك غازات بتروليه في البحر وتعمل اوفر بامبنج، تضخ بزياده قوي، فده بيؤدي الى عدم اتزان، قد يؤدي الى هزات بسيطه او سلاسل. يعني صحيح. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. مؤلفات سيادتك يا فندم، من ضمن المؤلفات انا ليا 36 كتاب. ايوه. اول كتاب عملته في حياتي كان اسمه الجيولوجيا الفيزيقيه والتاريخيه، وبعدين ترجمت كتاب اسمه البسيط في الجيولوجيا للأكاديمية. خد عنه جايزة.
وبعدين عملت كتاب اسمه التفكير العلمي وصناعة المعرفة، ده خدت عليه جائزة الدولة في الثقافة العلمية. وبعدين ترجمت كتاب من اللغة الفرنسية للغة العربية اسمه الأرض من القلق العالمي لأمل الكوكب، من الفرنساوي والعربي. وبعدين عملت قاموس في علم المعادن ثلاثي اللغة عربي انجليزي فرنسي. وبعدين ترجمت كتاب انجليزي من انجليزي العربي اسمه التاريخ البيئي لحساب المركز القومي للترجمة. وبعدين عملت كتاب عن التسونامي، وعملت كتاب عن طاقة الأرض الحرارية، وعملت كتاب كل الموسوعة كمان. عملت موسوعة، أنا عملت أول موسوعة عربية عالمية مؤلفة عن علماء مصر. أنا ملاحظ مؤلفات سيادتك مش بس علمية، في شتى المجالات، مش متنوعة. أنا عملت كمان من الحاجات اللي بتعز بيها اللي هي المراجعة اللغوية والتدقيق العلمي ل5 أجزاء كبيرة من موسوعة وصف مصر من اللغة الفرنسية للغة العربية التي ألفها علماء الحملة الفرنسية ونشرتها الهيئة المصرية لعمل الكتاب. ده كان مجهود كبير جدا، لأن الحملة الفرنسية لما جت سنة 1798 جابت معاها مطبعة وعلماء درسوا مصر شبرا شبرا وألفوا كتاب وصف مصر. هذا الكتاب يعتبر درة نفيسة، والحمد لله ان في نسخ موجودة الأصلية. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، أستاذ دكتور علمنا الجليل حافظ شمس الدين، عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي والحائز على جائزة الدولة. أنت حضرتك قلت حاجة مهمة قوي في الحوار عايز أتوقف عندها. ساعتها كان نفسك تدخل كلية الطب ودخلت كلية العلوم غصبا المجموع اللي ودى ساعتك لكلية العلوم، ومع ذلك تفوقت وأصبحت أحد أهم علماء مصر والعالم في هذا التخصص، هو تخصص الجيولوجيا، اللي ساعتك أيضا قلت إن أنا عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن أنا هدخل جيولوجيا. لو عاد بيا الزمان لاخترت الجيولوجيا، لأن لم أكن أدري ما هي الجيولوجيا والقدر. لا تتخيل مدى قيمة الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم في الخارج. أنا لم أكن أتصور أنني في جامعة لندن وأن لهذه القيمة للأستاذ مصر، ولا في أمريكا ولا في المجر ولا في النمسا ولا في باريس. زرت بلاد كتيرة جدا، ولكن القيمة للأستاذ الجامعي إذا كان منتميا لعلمه محافظا عليه وكذلك يكون مخلصا له. حضرتك قلت ولكني أحببت الجيولوجيا. أنا كنت عايز أقول للشباب اللي بيسمعنا حاليا، واحنا كمان مرحله تنسيق وجامعات والتحاق بالجامعات، لو حلمك ضعف انك تلتحق بكليه مجموعك ما وصلكش لها، الكليه اللي هتدخلها تفوق فيها. حاول أن تجيد العمل الذي تجيده أو تعمل فيه. مش شرط يعني مثلا ما كان ليش رغبة اطلاقا في كلية العلوم، دخلت وطلعت الأول لأن ذاكرت وحبيتها. بغوص في الأعماق وبشوف الدرر اللي موجودة فيها وبحبها. فالإنسان إذا لم تستطع أن تحقق ما تريد فحب الموجود. إن لم تعمل ما تحب فحب ما تعمل. مظبوط. كلية العلوم هي أساس العلوم، هي أساس الكليات كلها. اسمها كلية العلوم الأساسية. يعني مثلا في أمريكا ما فيش طبيب يتخرج من الطب أو الصيدلة أو الهندسة إلا إذا كان دارس علوم. كنا زمان بنتخيل أن كلية الطب هي الأساس، ولكن اتضح أن العلوم هي الأساس، وأشهر حتى من حصلوا على جوائز نوبل أخذوها في العلوم. مظبوط. والعلوم زمان في مصر في نفس المستوى الدول الأخرى المتقدمة، حتى سنة 1958 كانت أوراق الطلاب في كلية العلوم تصحح في إنجلترا. صحيح. وتصحح في إنجلترا أولا. صحيح. وبعد ذلك من الممكن تصحح في القاهرة. فكان بيعتمد التصحيح الإنجليزي. وبعدين حتى الآن جميع رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة القاهرة بترسل إلى محكم أجنبي، محكمين أجانب وواحد مصري بس. كانت هذه الظاهرة موجودة في عين شمس
لغايه سنه 1974، ولظروف ما عادوش بيبعتوا في الخارج عشان الميزانيه وكده. الدكتوره لطفيه النادي قالت لي نفس الكلام اللي حضرتك ذكرته. الدكتور رأفت واصف قال ان كان فعلا التصحيح او الامتحان هو كان واحد مشترك. كان اللي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل، اللي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. ده احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر وأصيل، ده احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر وأصيل، نبني بنتك نعلى نسبق كل خطوة ب1000 ميل. يلي عاش حبك يا علم، يلي عاش حبك يا علم، يلي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل، يلي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي، الحائز على جائزة الدولة، المثقف والمؤلف والمفكر الكبير. عايز أسيب لحضرتك الميكروفون. في حاجات كتير جدا في شخصية سيادتك، وحاجات يعني أحب حضرتك أنت اللي تقولها للمستمع، يعني لأن احنا في نهاية الحوار. إيه الموضوع اللي أنت تحب أنت تقوله سواء عن الدكتور حافظ شمس الدين أو عن الوضع العام أو عن التعليم عن البحث العلمي؟ إيه الموضوع اللي حضرتك تطرحه للمستمع؟ أحب أقول أن لابد في المرحلة الحالية والمستقبلية أن نهتم بالعلم والتعليم مرة أخرى، وأن نوفر له جميع الإمكانات للطالب والأستاذ والمناهج، وأن تعود البعثات مرة أخرى إلى الجامعات الأجنبية. ولا بد في التعليم ما قبل الجميع أن نهتم باللغة العربية، ولأن المدارس التجريبية والأجنبية تجعل التلميذ عازف عن اللغة العربية، كاره لها، لأن التعليم بيكون بلغة أجنبية. لابد أن يكون التعليم باللغة العربية، وفي الوقت نفسه لابد أن نتعلم لغة أجنبية أو أكثر، لأن اللغة الأجنبية دي عبارة عن النافذة التي نطل عليها أو نطل منها على دول السبق والتقدم في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك لابد أن تعود المدرسة الهيبة والوقار، وأن نركز قليلا مثل الماضي على الآداب العامة والأخلاقيات، لأن الطلبة لابد أن يعودوا إلى حظيرة الدين الحنيف والقيم والأعراف التي كانت تميز الشعب المصري، الذين كانوا يقولون عنه the polite Egyptians، المصري المهذب. الأدب والأخلاق مهمين جدا. التعليم، اللغة العربية ستك بتأكد عليها. أحيانا ببقى حزين إن شبابنا وأطفالنا النهاردة يعني علاقتهم باللغة العربية علاقة لا توجد علاقة، وكأن الطالب بيعتبر أن اللغة العربية يعني تقلل من قيمته، صحيح. وان الحديث بلغه اجنبيه من نوع الوجاهه او الارستقراطيه، وهذا كذب، هذا وهم ناتج عن سوء فهم. المدارس الدوليه التعليم الاجنبي اللي انتشر هي تعلم باللغه بتاعتها وفي نفس الوقت اهمال اللغه العربيه. انظر الى اكبر شارع في القاهره تجد ان 95% من المحلات مكتوبه بلغه اجنبيه، وحتى اذا كتبت بلغه عربيه فكلمات انجليزيه ولكن بحروف عربيه. فلاينج كاربت للحج والعمره، البساط السحر، ومكتوب العربي فلاينج كاربت للحج والعمره. اين هذا؟ بمناسبة مجمع اللغة العربية يا فندم، هو المجمع له دور في ده، ولكن هو في النهاية هو مش صاحب سلطة، مش صاحب لسنا سلطة تنفيذية، ولكن نوصي. وبعدين ده الأكثر من ذلك، هناك قرار جمهوري باعتماد اللغة العربية في جميع المكاتبات والمراسلات والمناسبات وكده. هذا حبر على ورق. انظر حتى في التلفزيون يقول لك النايل تي في، مش عارف النايل سينما، نايل، كلمة النيل وحشة. يا سعادة الباشا،
هناك المدارس يقولون KG1 وما كلمة روضة الأطفال باللغة العربية أجمل بكتير. صحيح. حتى بتقول لك KG1 قلت لك KG1 يعني إيه؟ مش فاهم يعني إيه KG1 يعني إيه. صحيح. أيضا في الدراما وفي الأغاني أهينت اللغة. وبعدين للأسف في جميع الأعمال الدرامية امتهن أستاذ اللغة العربية من أيام الأستاذ حمام. تجد أستاذ الحمام عبارة عن مدرس العربي مبهدل ضيق الأفق، طربوش ومش عارف إيه، البدلة بتاعته قذرة. لا لا لا، لابد أن نعيد الأمور قيمها وأساسها. لابد أن يعود الأستاذ القيمة بتاعته والاحترام، لأن ده احترام للعلم. وإذا كانت بنحترم الأستاذ فإنك بتحترم كينونة مصر. حلمك يا فندم أن تعود مصر كما كانت دولة رائدة، بلد يعني عملاقة كما كانت، ولسنا في الوضع الحالي. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام علشان مصر، والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، ونعيش مصر والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا، والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله الله الله. هواياتك؟ القراءة. أستمتع كثيرا بالقراءة والتأليف. يومك بتقضيه ازاي يا فندم؟ بعد صلاة الفجر بشتغل من الساعة 6 تقريبا للساعة 9 وانام شوية، واخد الدواء بتاعي وانام شوية للساعة 11. الساعة 11 إذا ما كانش عندي جامعة يعني الساعة 11 أقوم أقعد شوية أقرأ شوية كده لغاية صلاة الظهر. أول ما الظهر يبدأ أنا أصلي على طول، وبعدين أرجع لأوضة المكتب عندي. يعني يومي كله لا أشاهد التلفزيون إلا الساعة 9 نشرة 9 فقط. بتروح الجامعة يا فندم؟ بتدرس؟ بروح 3 أيام في الأسبوع في الجامعة، ويومين مجمع اللغة العربية. دراسات عليا؟ لا 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 لا، أنا عندي سنة تانية وثالثة ودراسات عليا، بدرس سنة تانية وثالثة. يعني الترم الجاي عندي سنة كله سنة ثالثة. شايف الأجيال الجديدة في الكليات العلوم ازاي يا فندم؟ كلهم دخلوا الكلية نتيجة للمجموع وما حبوش الكلية. هي دي مشكلة فعلا، ان معظم طلاب علوم كان نفسهم يدخلوا طب. وبعدين علوم إذا الإنسان نبغ في علوم بيكون أحسن من أي كلية في العالم، صدقني. ما احنا أمامنا مثلا الدكتور زويل ما كان نفسه يدخل طب، راح علوم بسبب المجموع بقى في أعلى المراتب مثلا. وبعدين في أساتذة كتير، يعني مثلا كان أشهر طبيب في مصر في الأمراض الباطنة ده خريج علوم، دكتور أبو شادي الروبي، وبعدين بعد كده كمل طب. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي، الحائز على جائزة الدولة، المثقف والمؤلف والمفكر الكبير. قدمنا ستك النهارده كقدوة تحتذى لكل الأجيال، للشباب الباحث عن العمل الجاد، عن البحث العلمي النافع. أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا جدا باللقاء مع سيادتك، استفدت منه كتير. ربنا يبارك فيك ويمتعك بالصحة ويبارك في عمرك وعملك، وتظل تعطي وتعطي لبلدك. ألف شكرا. شكرا جزيلا. أنا شكرا جزيلا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.